وجاء عمرو بن جناد الأنصاري بعد أن قتل أبوه وهو ابن 11 سنة يستأذن الإمام الحسين، فلما نظر إليه الإمام قال: هذا غلام قد قتل أبوه في الحملة الأولى، ولعل أمه تكره خروجه. فقال الغلام: يا سيدي، إن أمي هي من ألبستني لامة حربي. فأذن له الإمام عليه السلام وخرج وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نصير؟ وأخذ يضرب فيهم يمينا وشمالا، قتل منهم مقتلة عظيمة، فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. ثم تقدم نحو القوم شيخ كبير وهو حبيب بن مضاهر الأسدي، فاستأذن من الحسين للخروج إلى محاربة هؤلاء القوم الظالمين، فأذن له الإمام عليه السلام، فأخذ يرتجز ويقول: أنا حبيب وأبي مضاهر، فارس الهيجا ونار تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أعلى حجة وأمر. ثم أخذ يقاتل قتال الأبطال، وقتل منهم مقتلة عظيمة على كبر سنه، فأحاطوا به من كل جانب، فضربوه بأسيافهم، وضربه رجل بالسيف فأسقطه أرضا. ثم جاد الحسين عليه السلام: السلام عليك يا أبا يا عبد الله. فأتاه الحسين، والله جاه حسين شافوا دم مسفوح، جاه حسين شافوا دم مسفوح، وعاين بيرغع للقاع مطروح، ونولى يا ويل يا ويل غابت الروح، صدر عنده ودمع العين ممدوح. يقول له: يا حبيب يا حبيب، انهدم حيلي وذاب من فقدك دليل